القاضي امامكم، شاط الكوره وجول. الجول اللي غير التاريخ. تخيل ان جون قفشه في نهائي القرن ده غير تاريخ فرقتين. الزمالك كان اقوى ومعاه جيل تاريخي، الجول ده نهى على جيل الزمالك، دخل الزمالك في دوامات ما خرجش منها لغايه دلوقتي، عمل سبوت على الاهلي اكتر، ومن بعدها الاهلي خد 3 افريقيا ودخل كاس العالم، كل حاجه اتغيرت. بعيدا عن ان الزمالك اتحل مجلس ادارته قبل الماتش ب10 ايام، و3 من القوام الاساسي ايجابي كورونا. الزمالك بعدها دخل في ازمه ماليه، الاهلي كسب وفرق عنك ب7 افريقيا، كسب ملايين من بعد الماتش ده، ورزق القفشه ان هو ما يعملش غيره في تاريخه ويفضل محفور في تاريخ الاهلاويه. الجون ده غير حتى من شغف بعض من جمهور الزمالك. تخيل لو كان الزمالك اللي كسب الماتش ده، كان هيكون عنده مكاسب ماليه كبيره، كان الفريق ده اتحافظ عليه وكان الاخضر باليابس، كان سكواد الاهلي اتصفى كله، كان جول شيكا العالم كله اتكلم عنه والكل هيقتنع ساعتها ان هو اسطوره. جيل الزمالك ده كان قادر ان هو ينافس على افريقيا 5 سنين ورا بعض، اللي يدل انهم اقوياء ان الاهلي جاب 4 من جيل الزمالك ده، 3 منهم كانوا اساسيين في الماتش، اللي هو احمد عيد وبن شرقي وزيزو. امام ساعتها كان دكه. اللحظه دي غيرت تاريخ الكوره لصالح الاهلي، والماتش ده لو كان اتعاد مليون مره كان الزمالك اللي هيكسب، بس الكوره كانت عايزه كده.